يا صباح الفل والياسمين على احلى متابعين. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طالعه فين كده يا سامي وهتعملي ايه النهارده؟ بصوا بقى، كل بقى البنات والستات والناس اللي بتربي طيور وغاويه بقى تربيه الطيور زي كده زي حالاتي، الفيديو ده مهم ليها جدا قوي قوي قوي. يعني في كده حاجتين في الفيديو ده مهمين جدا. احنا داخلين على شتاء والمشاكل هتبقى كتيره بالنسبه للطيور. بصوا بقى، انا جايبه لكم ايه؟ جايبه لكم وصفه جباره للطيور. ده شعير ودوت بقدونس. ده شعير وده بقدونس، ممكن تقطعيه وترموه لهم كده عادي، هيجروا عليه. وهقول لكم دلوقتي فايدته ايه. لكن الباقي دوت هقول لكم احنا هنعمل بيه ايه. والشعير دوت لاخواننا العرب اللي بره مصر. طبعا انا احييكم طبعا ان انتوا بتشاهدوا القناه بتاعتي، ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش بقى باللايك الجميل والاشتراك عشان القناه تكبر اكبر واكبر وعيلتنا تكبر. وحبايبنا اللي على الفيسبوك ما تنسوش بقى اللايك الجميل علشان برضو الشير كتير 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 عشان عيلتنا تكبر. بصوا بقى، نسمي بالرحمن كده ونصلي على النبي. انا الفتره اللي فاتت شايفين اللي في الارض ده ايه؟ ده الفضلات بتاعه الطيور. بصوا مجيره ازاي، لونها ابيض مجير. طالما فضلات الطيور عندك لونها ابيض مجير، اعرفي على طول ان الطيور كده داخله على مرحله ايه بقى، اللي هي املاح شديده، وعايزين نعمل حاجه اسمها غسيل كلوي. ليه يا ساميه؟ لان احنا لو ما عملناش كده الطيور هتكش مننا في الشتاء، لانهم ما بيشربوش ميه كتير زي البني ادمين بالظبط. بياكلوا ما بيشربوش ميه كتير، فهتلاقي بعد كده كشاشان، وهتلاقي هوب نافق كتير، هوب فرخه النهارده ماتت، بكره ديك مات، بكره ما اعرفش ايه. طب وعلى ايه احنا نتفادى كل ده؟ بصوا ده الشعير، ده شكل الشعير اهو. انا عايزه اوريه لكم بس انا مش شايفاه كويس في الكاميرا علشان بس ايه، احنا الاضاءه الجديده عندي. بصوا اهو، ده شكل الشعير اهو. يا رب تكونوا بس ايه شفتوه. هتلاقوه عند العطار، عند العلاف، يعني هو متواجد في كل حته. طيب احنا هنعمل ايه؟ انا دلوقتي هديله عمر. انا مولعه تحت على حله كبيره كده فيها ميه، قلت له انزل اغسل لي البقدونس ده كله وقطعه 3 حتت. قطعه على مرتين يعني او 3، وحطه في الحله، واغسل الشعير وارميه معاه، وخليهم يغلوا كام غلوه مع بعض، وادفع عليه وهاتهم لي. طيب ايه بقى الجزء التاني اللي في الفيديو يا ساميه؟ طيب بصوا بقى، الاول احنا هننضف مكاننا كده ونظبط الدنيا علشان نعرف ايه نتعايش مع بعض كده ومع الطيور مع الفيديو النهارده. طبعا انا معرشه العشش ديت، وفارده مشمع عشان الدنيا لما تنطر وكده، وحاطه قش. فطبعا القش ده مجنني، كل شويه الفراخ تطلع فوق العشش وتنزل لي القش من فوق. فانا هوسع مكان ليا بس عشان كده اقعد بقى اقول لكم هنعمل ايه بقى في الوصفه التانية. علشان غلو العلف بقى والاكل، والناس كلها بتشتكي من الغلا. العلف وصل دلوقتي 19 جنيه و18 جنيه، فالناس مش عارفه تربي، واللي عندها طيور مش عارفه تاكلهم. فانا هقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. بس نلم بس الهيصه دي كده. بصوا انا سايبه لهم اهو، يعني ايه، مفيش اكل قدامهم ولا ميه معطشاهم، علشان الوصفات اللي انا بعملها دلوقتي هحطها قدامكم وهقول لكم هنعمل ايه. نلم بس الهيصه دي بقى كده، ونيجي بقى على جنب كده. يلا يا سامي بقى علشان نقعد بقى ايه ونقول بقى الكلمتين المهمين اللي احنا ايه سايبينهم ايه وعاينينهم لمتابعينا يعني. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. دي ايه يا بنات؟ هوريها لكم دلوقتي. دي بطاطا. بصوا على لما رحت بس شغل الكاميرا، بصوا دي بطاطا. ايه البطاطا دي يا ساميه وايه علاقتها بالطيور؟ بصوا بقى، البطاطا ديت انا امبارح كنت في السوق. البطاطا ديت ال4 كيلو ب10، ال4 كيلو ب10. تمام. طيب البطاطا ديت انا جايباها اللي هي المكسره. بصوا عامله ازاي. بتشيلي بس الحته دي كده اللي على الوش دي، بس كده زي الفل، وتبتدي بقى تبشرها بالمبشره اهو. بصوا انا هجهز حاجه، بس طبعا الفراخ مش ساكته ومش صابره. هبشرها كده اهو بسرعه بسرعه، ما بتاخدش في ايديكي حاجه. تمام. طيب ايه فايده البطاطا برضو؟ انت ما قلتلناش ايه فايده البطاطا. بصوا بقى، البطاطا ديت نوع من انواع النشويات، يعني هي فيها نشا من جوه، وكمان فيها سكريات. تمام. طيب الطيور عايزه ايه؟ عايزه نشا وسكريات. علشان ايه؟ علشان تبتدي بقى ايه تزقلط كده وتحلو معاكي، وتبتدي تكبر كده، ولو في بط ولا حاجه ما شاء الله يزيد. اولا يا جماعه، البطاطا ديت انا كنت بحطها للبهايم. كنت بحطها ايه، كنت جايبه 3 بقرات زمان كده. الله بقى، يلا الله يسهل لهم مطرح ما هروحوا يعني. كنا بنرمي لهم بطاطا وبطاطس والحاجات دي. كل ديت اعلاف من اعلاف البهايم والطيور، يعني كل ده بيخش في اعلاف الطيور. طبعا ما شاء الله النشويات والسكريات والحاجات ديت بتزيد معدل الفراخ والبط، ويعني ما شاء الله بتخليهم بيتحولوا تحويل حلو جدا. لما تيجي تجيبي لهم 4 كيلو في اليوم وتبشريه كده، طبعا انا نقعتها من بالليل واديتها غسلتين كده، بقت زي الفل زي ما انتم شايفين. انا ما عملتهاش بالطينه بتاعتها. تمام. هبشرها، هبشر جزء كده واوريكم الفراخ والطيور والبط، كله 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 بيبقى ملموم عليها ازاي.
يعني بصوا هما بيستنوني بس كده اطلع لهم ابشر لهم الحاجات دي. طبعا بجانب ان اليومين دول في برسيم، فانا بقطف برسيم برضو بقطعه لهم، نوع من انواع الفوسفور والحاجات ديت، ان هو ايه ما شاء الله يعني برضو ايه البرسيم ده خيره كتير، ان كان مع بهايم ولا خرفان ولا معيز ولا طيور ولا وز، يعني في انواع يعني البرسيم ده معروف خيره، معروف بخيره، ان هو ما شاء الله بيجي ليه خير كده. حتى اللبن تجيبيه حلو، تعرفي تعملي جبنه، تعرفي ما شاء الله يعني. بصوا بقى انا هبشر لكم الحبه دول بس كده وهوريكم ايه هيروحوا عليهم ازاي. بصوا ما شاء الله اهو، ما شاء الله. بصوا البشر ده اهو. طبعا انا هكمل الباقي انا مع نفسي عشان ايه ما اطولش عليكم. بصوا بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على النبي. بصوا اهو ما شاء الله كبير وصغير راح بقى هجم على البطاطا ديت اهي. طبعا انا قاعده ببشر لهم تاني عشان هم برضو يعني اللي يخلصوه يلاقوا مكانه تاني، يلاقوا غيره. طيب انت بقى ممكن تعملي ايه بقى بجانب البطاطا؟ مثلا جبنا ب10 جنيه بطاطا في اليوم، مثلا الاربعه ب10 زي ما انا بجيب كده. في بطاطس برضو هاتي. المهم ايه البطاطا والبطاطس يا جماعه دول نوع من انواع النشويات حلو جدا جدا، بيمسكوا بطن الطائر، بيخلوا الاكل يبقى ماسك في بطنه كده، ما يجيلهوش اسهال. الحاجه كده يعني الفضلات بتاعته تبقى نازله ناشفه كده، تبقى حلوه كده. اللي هو ايه بقى اللي هو ايه شوف الفرخه دي، لا الفرخه دي كويسه صحتها حلوه، لا ما شاء الله ما بتسهلش كده يعني. طيب انا كده ايه سبتهم هم يروحوا ياكلوا، وهجهز لهم بقى ايه المشروب بتاعهم دلوقتي. انا دلوقتي ايه الريحه ابتدت تطلع اهي، البقدونس والشعير بيغلوا. طيب انا دلوقتي هغسل بقى ايه السقايات بتاعتهم. طبعا في خلطه تانية هبقى اقول لكم عليها، وصفه تحفه 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 لاي اسهالات تجيب. طبعا ده اصلا انت مش هتستني اسهال، انت هتحطي منها كل اسبوع شوربه، كل اسبوع، بس لسه هعمل لكم ليها فيديو. الشوربه دي تمنع بقى اي اسهالات. بصوا بقى الحله لما طلعت، بصوا عامله ازاي البقدونس والشعير. بص يعني انا ممكن اشرب منها. يعني انا لما بتعب من الاملاح مثلا جنبي يوجعني ولا حاجه، لان احنا كبني ادمين برضو ما بنشربش ميه كتير في الشتاء، بعمل لي غلوة بقدونس على شاي، بتبقى زي الفل يعني. اشرب لي مجين كده، مج الصبح ومج بالليل وزي الفل. ابتدي بقى ازود من ده كده، يعني احط حبه وارجع ازود ميه زي ما انتم شايفين. ما تحطوهاش سخنه يا جماعه، يعني حاولوا تبردوا على قد ما تقدروا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الشافي، وهنحط لهم كلهم هيجروا عليها بقى يشربوا، عشان انا معطشاهم، علشان يستفادوا بقدر ما يمكن من البقدونس والشعير اللي انا عملته. وزي ما انتم شايفين والوا طيوركم، وخلي بالكم من طيوركم، الجو ابتدى يسقع يا جماعه، ومفيش شتاء، مفيش شمس كتير بقت تطلع. وربنا يحفظهم يا رب ويحفظ طيورنا، يعني كده زي ما انتم شايفين. حب الحاجه تحبك زي ما بيقولوا، حب الحاجه تحبك. دايما كانوا بيعلمونا كده، حب الحاجه تحبك. وانا بحب تربيه الطيور، عشان كده ربنا بيراضيني والحمد لله رب العالمين. بقيت ال الخلطه اللي انت عاملاها دي هتحطيها فين يا ساميه؟ هحطها للحمام. هدخل دلوقتي احط لهم ميه واحط لهم اكل برضو، الحمام الفراخ البط كله 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 حطي منها، ما تقلقيش من اي حاجه. ويا رب الفيديو يكون يعجبكم، ما تنسوش بقى باللايك والشير، واستنوني فيديوهات كتير 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 كتير، وباي باي.